هلا اذا واحد شلح بالزلط قدام 10,000 زلمه يعني تعرى طاول كل شيء مبين لا كلسون ولا ميو، رب العالمين بغفر له. ليش عم بسأل السؤال؟ تذكرت بزمانه لما كنت عسكري بالجيش، اول ما رحت على الجيش، هالحكي صار له اكثر من 20 سنه. اول ما طلعنا على الجيش كل يوم كانوا يعملوا لنا عقوبه، كل يوم مثل فرض الصلاه. ننزل على الساحه جاسيا الكل بالشرط، نشلح بالشرط، يلا كواع وركب، كواع وركب. انا جنيت راح اموت، بدي اخلص من هالشغله. هون اجري صارت كلها ادميه. ايش بدي اعمل؟ بركت افكر بيني وبين حالي، جمعت كلاسيني كلها ورحت كبيتها، كل شيء عندي داخلي كبيته. قلت هلا بس يقولوا لي نزل على الساحه وقالوا لي سلاح بالشرط، برفع البنطلون بتنيه لهون وبلعب رياضه. والله المساء الساعه 10 بالليل الاقي عم يصيحوا الميكروفونات كلها اشتغلت على كافة دولة الأغرار الاجتماع في الساحة العامة حالا، على كافة دولة الأغرار الاجتماع في الساحة العامة حالا. يا زلمة الكل استنفر. والله أنا أخذت حالي ونزلت. إيه اجتماع مأمن، ما راح أشلح البنطلون. أول ما نزلت الدورة كلها مجتمعة. ليش هيك؟ الدورة كلها يعني مو فرقة فرقتين، لا الرحبة كلها مع الدورة كلهم مجتمعين. ونلاقي اللواء موجود، اللواء الشمالي الله يذكره بالخير او الله لا يذكره بالخير ما بتفرق، المهم والضباط والعساكر 10,000 زلمه كانوا مجتمعين. كل 100 عسكري عندهم رقيب او ملازم او ضابط واقف قدامهم للعقوبه. كانوا عاملين اليوم مشروع عقوبه، ما بعرف شو بسموها بالجيش. المهم استعدوا الكل، الاستعداد على كافه دوله الاغرار، الشلاح بالشرط حالا، يعني الكل بده يشلح بالشرط. الكل شلح، انا مثل عين العوره مسكت هيك وتنيت البنطلون ووقفت استنى. الرقيب قال لي سلاح بالشرط، ما رديت. عسكري مجند سلاح بالشرط، ما رديت. يمكن وقف الفيديو، لا والله ما فكرت، وقف الفيديو على كل. قال لي عسكري مجند سلاح بالشرط، ما شلحت. قال لي عبالك عسكري سلاح بالشرط، قلت له مالي لابس شرط. قال سلاح، قلت له مالي لابس، قال سلاح. الضابط من بعيد صار يطلعوا في عياط وفي كذا. قال لي سلاح، قلت له عبالك مالي لابس شيء تحته. قال سلاح ورقد. هون كله عم برقد. مسكت هيك اخذت حالي وشلحت، شلحت مثل ما امي جابتني وصرت ارقد. لما شافوني بالزلط الضباط والرقباء والعساكر واللواء شافوا واحد عم برقد بالزلط، الاقي اللواء من فوق، قال لي واقف عسكري تعال، اشر لي قال لي تعال. انا الحمامه هيك عم بتروح وقربت عند الضابط، قلت له احترامي سيدي، في واحد حسيت حالي رقاصه مسك هيك وغطالي. قال لي انت خليت فيها احترام؟ ليش مالك لابس شرط؟ قلت له ما عندي سيدي، سرقوا لي كلاسيني. قال لي سرقوا لك الكلاسين؟ قلت له ايه. قال ليش ما اشتريت؟ قلت له ما معي مصاري، انا كذاب معي مصاري. قلت له ما معي مصاري. طلع هيك فيني الضابط، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، شال 100 ورقه وقتها اللواء من جيبه واعطاني اياها، قال لي بكره بتنزل بتشتري شرطات. والله كيفت. اخذت ليليه وثاني نهار نزلت بدي اشتري شرط، رحت اشتريت كلاسين. ما رجعت للساعه 1 بالليل على الرحبه. انا رجعت على الرحبه ابن الحرام معلمي كان عم يستناني على الباب، قال عجم اشتريت الكلاسين؟ قلت له ايه. كان حاطط كاسه العرق وبيرك. قال يلا روح البسهم نتفرجن عليك. قلت له نعم. قال روح البس حتى نتفرج على الكلاسين اللي جبتهم مشان المعقوبه يعني الشروطه. قلت له سيدي هلا مو وقتها. قال لا عبالك وقتها. والله العظيم عافني سهران للصبح، من الساعه 1 بالليل للساعه 7 الصبح هو عم يعاقبني. حسبي الله ونعم. رب العالمين بغفر لي. زلزلت